بقول لك ايه، سيب اللي في ايدك وركز معايا، لان النهارده هقول لك على الخمسه اللي عملوا رعب لحراس المرمى في تاريخ الكوره. وخلي بالك، رقم واحد لسه بيلعب وما بيتعبش. نبدا بقى. في المركز الخامس الاسطوره البرازيليه روماريو برصيد 755 هدف رسمي. نطلع على المركز الرابع ويجي معانا الجوهرة السمراء بيليه. وسيبك بقى من الأرقام اللي في الأفلام دي كلها دراما. بيليه مسجل 762 هدف رسمي وبس. نيجي بقى للمركز الثالث واللي بيتواجد فيه الأسطورة جوزيف بيكان. اسم يمكن مش معروف زي اللي قبله، بس الراجل ده كان ماكينة أهداف في الثلاثينات والأربعينات، وسجل 805 هدف، حرفياً ماكينة أهداف. المركز الثاني البرغوث ليونيل ميسي. الساحر الأرجنتيني ميسي كاسر حاجز 840 هدفاً. وأخيراً المركز الأول حرفياً صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو CR7، الهداف التاريخي للعبة بأكثر من 900 هدف. رونالدو حرفياً مقفل اللعبة. دلوقتي السؤال، تفتكر ميسي ممكن يلحقه في الأرقام دي، ولا رونالدو خلاص منفرد بالصدارة لوحده؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات.